بس مين هيصور اخت العروسه وهي بتعيط؟ هو السكند شوتر. لو انت مصور افراح ومعاك مصور تاني او سكند شوتر يعني لازم تاخد بالك من اللي هقولك عليه، وتعرف ان السكند شوتر اهم كتير منك في الفرح. ليه بقى يا معلم؟ اول حاجه لازم تاخد بالك منها، لو انت معاك عدسه كلوز لازم يبقى هو معاه عدسه وايد، وطبعا العكس صحيح. تاني حاجه لازم تاخد بالك منها، انت كمان في التصوير المصور الاول انت مطلوب منك ان انت تصور الصور الرسميه، لان انت اللي موجود في وش العريس والعروسه. بما ان المصور التاني اللي هو اهم منك هو اللي بياخد المومنت، بياخد الصور الكرياتيف، بياخد الحاجات من الاخر الصايعه اللي انت متعرفش تاخدها. ليه ما بتعرفش تاخدها؟ بكل بساطه انت بتبقى ملزم بصور معينه لازم تسلمها، اللي هي مثلا عريس والعروسه دلوقتي بيرقصوا سلو، بس مين هيصور اخت العروسه وهي بتعيط؟ هو السكند شوتر. حاجه تاني لازم تاخد بالك منها، لو انت المصور الاساسي ولقيت السكند شوتر واقف جنبك اضربه بالقلم، ما يقفش جنبك. اوعى تبقى انتوا الاتنين بتصوروا من زاويه واحده، لان كده انتوا بتطلعوا نفس الصور وبتهدروا على الفاضي. سلام.